مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. المغرب يحبط آمال الحالمين بفتح معابر سبتة ومليليا، السر وراء هذا القرار. بالمبدأ في التفاصيل، ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. كشفت تقارير إسبانيا أن المغرب اتخذ قرارا بعدم فتح المعابر التجارية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي موقفه حيال الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. وأوضح موقع أوكي دياريو الإسباني أن الرباط لا تعتزم إعادة فتح الجمارك في المدينتين على المدى القريب أو المتوسط، مشيرا إلى تعقيدات تقنية تعيق المشروع، وذلك منذ إغلاق مكتب الجمارك في مليليا بشكل أحادي عام 2018. من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا القرار يرتبط بشكل وثيق بحكم المحكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولهما للأقاليم الصحراوية. تأتي هذه الخطوة وفق مصادر دبلوماسية كإجراء ضغط من المغرب بعدما اعتبرته انتكاسة حكم محكمة العدل الأوروبية التي أبطلت الاتفاق الفلاحي الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.